هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى احنا هنعمل مع بعض لفات طرح سهله وبسيطه وفي نفس الوقت شيك. يلا، اول حاجه بقى اول لفه هبدا بيها هي اللفه اللي انا بلفها، اللفه بتاعتي. بصوا بقى، احنا اول حاجه هي ده طرحه كريب. خلاص، وانا هعملها مثلث كده. هناخد، بص الطرحه اهي خلاص، فانا هعملها مثلث كده، وبعدين هتحاول بقى تظبطيها على وشك. خلاص، وتتنيها من هنا وتتنيها من هنا من عند الرقبة، وبعد كده تحطي بقى دبوس هنا. خلاص، وتدخلي الطرف ده جوه الهدوم وتلفيها كده. المهم هنلفها كده. خلاص كده، هتحطوا دبوس هنا. ماشي، اهو بس كده اهي. دي الطرحة التقليدية بتاعتي. خلاص، ممكن بقى اعملها كمان ازاي؟ ممكن ملفهاش كده بقى، لا يعني بصوا، ممكن اعمل بقى كده كده، وهو اصلا من ورا متغطي كده اهو كده. ويا سلام بقى لو الطرحه مشجره. خلاص، بتجيبي دي كده. لو الطرحه مشجره بقى التشجيره هتبان من هنا، تبقى تحفه. بس يلا على اللفه التانية. اللفه التانية بقى ان انتي بصي اهو، هي اصلا ما تفرقش ان ايه اطول من ايه. انت اصلا هتدخليها جوه الهدوم. انت هتجيبي الطرحه دي كده، وانا بقى افضل في اللفه دي ان البندانه تكون لون الطرحه. فانت هتجيبي دبوس تثبتيها بقى. هتجيبي دبوس هتثبتي هنا من ورا الود. خلاص، طبعا هي لو قطن هتثبتي من ورا الودن بس، لكن لو كراب هتثبتي من فوق، يعني من ورا الودن وفوق. خلاص اهو. هي طرحة اصلا بسيطة وسهلة جدا جدا، تتلبس على حاجة ليها رقبة عشان رقبتك ما تبانش. بصي، هتدخلي بقى كده، تدخليها كده كده، ودي كمان، وتدخليها بطريقة ان هي ما تكلكعش تحت الهدوم. آه، تحاولي بقى تسويها تحت الهدوم بقى. خلاص، لو انت عندك لزق دبل فيس ممكن تلزقي من هنا بس، وخلاص كده يعني الموضوع اتحل وخلاص. ده بقى لو انت عايزه تبيني جمال الطقم، لو انت لابسه طقم حلو او في حاجه زي دي كده، تلبسيها، تعملي اللفه دي، ولو في كمان رقبه، ده اهم حاجه عشان بس تخبي رقبتك. بينا على اللفه التالتة. بصوا بقى اللفه التالتة، انتي هتجيبي الطرف ده، طبعا الطرفين يبقوا قد بعض او مش فارقه والله الاطوال يعني. المهم يعني هتتني الحته دي كده، وتقومي جايباها كده، وتقومي حاطه دبوس. خلاص اهو اهو، وتقومي بقى جايبه دي تقومي جايباها كده، ودي عايزه تسيبيها كده تحفه. ودي بصي من ورا عامله ازاي. عايزه تسيبيها كده، يعني عايزه تسيبيها كده تمام. عايزه بقى ترجعيها لورا وتحطي دبوس هنا مثلا عشان يثبت معاكي، انا طبعا في هوا وكده بره، فتحطي دبوس من هنا كده، دبوس من هنا، وده يبقى كده. الطرحه تبان كده تحفه برضو. بصوا عامله ازاي، روعه اهو من قدام اهيت. ممكن تجيبيها كده كمان يعني، بس كده.
واو، استنوا نحطوا دبوس عشان تشوفوا ايه رأيكم؟ بينا على اللفة الرابعة. في اللفة دي بقى هيبقى طرف أطول من طرف، يعني مثلا الطرف ده قصير وده طويل. خلاص، برضو هتجيبوا هتعملوا كده، هتجيبوا الطرحة كده قدام، تغطوا البندانة خالص، وتقوموا تانيينها من هنا. خلاص، وتقوموا برضو جايبينها كده، حاطين دبوس هنا. خلاص انا ثبتها اهي. خلاص، وتقوموا عاملين ايه بقى؟ بصوا بقى، تقوموا جايبين لفين دي كده، طبعا خبوا يعني مش هقول تقوموا لفين دي كده، تمام. واهو تسيبوا دي لوس كده، تبقى تحفة. بس طبعا البندانة تبقى يعني قريبة من لون الطرحة او لون الطرحة، ما تبقاش كده، ما تبقاش مختلفة. خلاص، او لو انتوا عايزين تخبوا البندانة خالص برضو ثبتوها بدبوس، بس هو الاحسن انك تسيبوها كده لوس، احسن كده، يعني كده احلى بكتير. بس وهي دي اللفة، بصوا حلوة ازاي وبسيطة ازاي، بسيطة جدا. يلا اللفة اللي بعدها. في اللفة دي هيبقوا الطرفين قد بعض. خلاص، تقومي جايبة الطرف ده مثلا، وتقومي لفاه كده على رقبتك. خلاص كده، طبعا تناتيه من هنا، اهم حاجة تظبطيه الاول. خلاص، تظبطيه كده اهو، وتلفيه حوالين رقبتك اهو كده. نقوم عاملين ايه بقى فيه بقى؟ نقوم مدخلينه هنا جوه الهدوم برضو. خلاص، وتظبطيها ايه من تحت الهدوم. خلاص كده اهو. انت ممكن بقى تسيبها كده، يعني ممكن تسيبها كده عادي، او تاخديها كده وتقوم عامله كده. شوف روعه ازاي، تحفه. وتوسعيها كده من عندي هنا كده، توسعيها من هنا بس. ممكن تثبتها بقى بدبوس هنا وبدبوس هنا، وتبقى بصوا تحفه. بس هي دي كانت اللفات السهله والبسيطه، واشوفكم على خير. لو عايزين فيديوهات من دي كتير اعملوا لايك وكومنت، واشوفكم على خير. باي باي.